يلا بقى حبايبي، تعالوا نعمل فكرة جديدة ونعمل حواوشي بطريقة جديدة من غير عجين ولا تبطيط ولا فرد ولا اي حاجة خالص. الفكرة حلوة جدا وانا واثقة ان هي هتعجبكم باذن الله. ادخلوا شوفوا الفيديو بقى وازاي هوريكي يطلع معاكي كده. شايفين يا جماعة الطبقات من جوه حلوة ازاي؟ شايفين جمالها ما شاء الله، والجبنة الموتزاريلا سايحة بقى وحكاية. ادخلوا شوفوا الفيديو بس ان شاء الله لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة، ولو انت جديدة عندي ياريت تشتركي وتدوسي على الزر الاحمر عشان يوصلك كل جديد. شوفوا الفيديو بقى وقولولي ايه رأيكم في الجمال والحلاوة دي يا جماعة. شايفين جمال الحواوشي؟ فكرة حلوة جدا جدا وانا واثقة ان هي هتريحك باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. دايما بحب ابدأ كلامي معاكم بالصلاة على النبي، صلي وبلاش تبخلي. النهاردة بإذن الله هعمل معاكي فكرة حواوشي حلوة جدا من غير بقى ولا عجين ولا فرد ولا تبطيط ولا عيش ولا اي حاجة خالص. انا واثقة ان بإذن الله الفكرة هتعجبك. نقول بسم الله ونشوف مقاديرنا. عندي جبنة موتزاريلا وده شيء مش اساسي، لو حابة تضيفيها تمام، مش حابة تضيفيها مفيش اي مشكلة. وممكن كمان لو عندك خليط في التلاجة ما بين جبن تشكيلة يعني رومي شيدر، اي حاجة موجودة تقدري تضيفي لو حابة. عندي هنا لحمة مفرومة متعصجة. انا ازاي بعصجها؟ انا دايما بحب اعصج اللحمة بتاعتي، بضيف لها جزر وفلفل وطماطم وبصل. بردك انت عصجيها بالطريقة اللي تحبيها، بس عامة كده بتديني طعم حلو جدا وبتديني نتيجة بتعجب الكل الحمد لله. عندي هنا 3 بيضات تمام، والبيض ده تقدري تزودي زي ما انت حابه. عندي زبادي، عندي خليط هنا ما بين السمنه والزيت، وعندي ورقه جلاش. الزبادي هنا هيطرلنا الفطيره بتاعتنا دي، لان احنا الحواوشي بتاعنا ده لان احنا هنعمله بالجلاش، وفي نفس الوقت هيديله طراوه كده وطعم حلو. وهنضيف كمان نص معلقه من البيكنج باودر. دلوقتي بقى هنجهز الخليط بتاعنا زي ما قلت لكم كده، نص معلقه كده من البيكنج باودر هتخلي الورق بتاع الجلاش بتاعنا يورق معانا كده وتحسي ان انت بتاكلي حواوشي معجون تمام. وهنزل بالزبادي كده، اي نوع بقى زبادي بتحبيه. لو ما عندكيش زبادي ممكن لبن رايب، لو ما عندكيش لبن رايب ممكن تحطي شويه حليب، نص كوبايه من الحليب. بس اللبن الرايب حلاوته هنا ان بيدي طراوه حلوه جدا للحواوشي بتاعنا ده يا جماعه. وهبدا كده اقلبه حلو بسم الله اهو. بس يا ريت تخلي الخليط ما بين سمنه وزيت، ولو بتحبيه دسم جدا ممكن تعمليه زيت بس انت، سمنه بس انت وراحتك. دلوقتي بقى يا حبايبي هجيب البيض بتاعي وهديله بس تقليبه صغننه كده. انا مش حاطه اي بهارات يا جماعه، لان انا اللحمه عندي مظبوطه تمام، يعني كل حاجه عليها اهو. بس يا ريت اللحمه تكون مستويه يا جماعه، ما ينفعش خالص نعمل الفكره ديت بلحمه نيه، ما ينفعش خالص، لان الجلاش مش بياخد وقت زي العجين، يعني الجلاش بيستوي بسرعه جدا كده. وهقلبها كويس اهو زي ما انتم شايفين. هخلي البيض على فكره تقدري تعمليها بصدور فراخ مفرومه، تقدري تعملي خليط ما بين البسطرمه واللانشون، سجق، اي خليط انت حابه تضيفيه هتقدري تضيفيه، مفيش اي مشكله خالص. دلوقتي بقى هشيل الحاجات دي وافضي مكان. بصوا بقى يا حبايب، انا جبت هنا الجلاش بتاعي اهو، وهبدا ادهن طبقه طبقه. انا هعمل كل واحده 4 وحدات بس تمام كده، بس لازم تدهنيه حلو جدا اهو يا جماعه. لازم تخلي الماده الدهنيه دي كده مع الزبادي مع كله يدخل في الايه، في ورقه الجلاش. وهبدا اخد واحده تانية، انا هعملها 4 وحدات ب4 وحدات اهو كده تمام، واريحها. حاولي تخلي الفرشه يطلع فيها الزبادي هيفرق معاكي كتير جدا في الطعم والتوريقه وكل حاجه كده. وارجع اخد واحده تانية، احطهم الاتنين بقى تمام، وبعدين اشيل دي يا جماعه، اسويهم على بعض وبرضك ارجع ادهنها
حلوه الفكره جدا جدا، انا واثقه ان انتوا باذن الله لو جربتوها هتعجبكم خالص. وعلى فكره مش شرط زي ما قلت لك الحشوه تكون لحمه مفرومه، المتاح عندك تقدري تحشيه. وهجيب اخر طبقه، ممكن تزودي على فكره ال5 وحدات، بس انا مش عايزاها بصراحه تكون يعني ايه مليانه قوي كده. وهسويها حلو، وبعدين هدهنها بردك اهو كده. وهجيب بقى شويه كده من الخليط بتاعنا ده وهحطه في النص، بس حاولي تبططيه على اساس انه يطلع على شكل دايره اهو كده. افرديها ونحط عليها بقى شويه من الجبن. وزي ما قلت لك الجبنه مش ضروريه، عشان محدش يقول الجبنه غاليه ومش عارفه ايه، الجبنه مش ضروريه خالص يا جماعه. بصي بقى، وهبدا اقفل كده اهو، وهبططها بس على اساس ان انا افردها كده. وطبعا هندهن بقى اهو كده. بصي بقى، ولفيها زي ما تكوني بتلفي القرصه بالظبط، يعني خليها مدوره، ما تخليهاش يكون ليها شكل تاني. حاولي على قد ما تقدري ان هي تطلع معاكي مدوره اهو تمام كده. وبرضك تدهني ونرجع نلف كده وبعدين هنقفل دي كده اهو. شايفه طلعت معانا مقفوله خالص ازاي ومدوره زي شكل الرغيف بالظبط. هنبدا بقى نحطها في الصينيه. عندي هنا الصينيه بتاعتي هدهنها كده ماده دهنيه كويسه اهو، وهقوم راحه شايلاها حطاها فيها كده، وبردك من الخليط ده وهدهنها تمام. يلا نعمل كمان واحده. بصوا يا حبايبي، انا هنا حطيت الجلاش بتاعي بردك بنفس الطريقه تمام، بس انا مش حابه بس اطول الفيديو عليكي. وهحط اللحمه اهو يا جماعه كده. افرديها على قد ما تقدري عشان تطلع معاكي مدوره. وكمان هنحط شويه من الجبن اهو بسم الله كده. وزي ما قلت لك هنرجع نقفلها اهو، بس وانتي بتحطي اول طبقه ديت اضغطي عليها شويه عشان اللحمه تتبطط معاكي اهو. وطبعا هدهن اهو يا جماعه وهلم تمام على قد ما تقدري. حاولي ان هي تكون معاكي مدوره اهو كده، ونلم اهو كده يا جماعه. ولمي وقفلي كده، وبعدين ندهن دي ونقوم جايبين ديت عليها اهو، وبردك جنب اختها في الصينيه ونقوم حاطينها كده اهو يا جماعه. انا هخلص بقى كل الكميه بالطريقه دي، وقبل ما ادخلها الفرن هرجع اوريها لك وهقول لك هتدخل على درجه حراره كام. بعد بقى يا حبايبي ما خلصت الكميه بتاعتنا، الوقت انا شغلت الفرن بتاعي على درجه حراره 180 من تحت بس يا جماعه. هحميه حلو قوي، هخليه يكون محمي كده ويكون حلو، وبعدين ههدي النار لغايه ما اوصلها ل100. انا عايزه الجلاش بتاعي ده لما يدخل ما ينشفش، وفي نفس الوقت البيض اللي جوه يستوي. هي صحيح اللحمه مستويه، بس انا عايزه الورقات بتاعتنا تبقى كده مشفشفه كده وحلوه، وفي نفس الوقت تكون مستويه والبيض يكون مستوي تمام. عندي بقى هنا شويه من الخليط اللي لسه باقي من اللبن الرايب كده، هدهنه بقى على الوش اهو. شويه كده من اللي بقوا في الارضيه. جربوا الفكره يا جماعه، انا واثقه انها باذن الله هتعجبكم. الفكره حلوه جدا بصراحه اهو. هدهن بقى كله وادخله الفرن، وان شاء الله لما يطلع نرجع نشوف شكله النهائي سوا. وده بقى يا حبايبي شكل الحواوشي بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. الفكره حلوه قوي يا جماعه، جربوها. انا قطع لكم واحده هنا اهو، شايفين يا جماعه من جوه عامله ازاي، والبيض مستوي وجميله حلوه جدا جدا اهي.
شايفين جمالها والورق من جوه قد ايه مورق وجميل. حلوه جدا يا جماعه وطعمها في منتهى الجمال والروعه. انا واثقه ان هي باذن الله هتعجبكم. شايفين جمالها، فكره كده حلوه جديده بقى، ولا مكلفه ولا اي حاجه، حاجه كده تعمليها في يوم الروقان ان شاء الله. وبلاش بقى اصحاب الرجيم ياكلوا الاكله الخطيره دي يا جماعه، لانها اكيد هتتخنهم 5-6 كيلو. فيا رب الوصفه بتاعتي تكون عجبتكم ان شاء الله. لو عجبتكم ما تنسونيش في لايك واشتراك وتعملوا شير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن. ولو انتي مش مشتركه يا ريت تشتركي، ويا ريت تعملوا شير مع بعض عشان الفيديو يوصل لاكبر ناس يا جماعه. وشكرا لدعمكم، وشكرا ان انتوا واقفين جنبي، وشكرا على تعليقاتكم الجميله. ونتقابل في وصفات تانية كتيره باذن الله.